تقعدش ما تنتظرش ولا ساعة، تفضل وزيرة وتاخد مرتبها كوزيرة ثم تستقيل، ثم بعد الاستقالة على طول تذهب إلى المنصب الدولي، ومعرفش هتستمر في المنصب الدولي قد إيه. افتح اطبع 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 اطبع. طب وبعدين ارجع لمهم تاني. هذه الهندسه الماليه لا تدار بهذا الشكل. هو اذا كان ده اصلاح الطريق، امال انت عايز تعمل نفس طريق تاني هتعمله بكام؟ ده عمل 7 مليار، الطريق كله معمول 7 مليار، يعني الطريق كله ب 7 مليار، هيصلحوا ب 50 مليار. دي المصحة بقى، مش كان اي حد يعمل كده. راجل كان فريق ورئيس اداره هندسيه سابق، مش اي حد يعني كلام مش ده، ولا يعني اقول لك ايه، ولا الاهرامات اللي بنوها الفراعنه. لا الاهرامات طبعا. طيب في مشهد غريب كده شويه، وهو مشهد قبول. حضراتكم طبعا عارفين او فاكرين معانا ان في وزيره بيئه مصريه، وانه وزيره البيئه المصريه دي هي الوزيره التي كانت على عكس وزراء البيئه في العالم كلهم كانت تدافع بكل ما تستطيع من قوه عن عمليه جذر الاشجار في العواصم الكبرى في جمهوريه مصر العربيه، وفي المدن حتى الصغرى، في اسكندريه وفي اسوان وفي القاهره والجيزه يعني. وكانت الناس بتصرخ طول الوقت، وكانت الوزيره تدافع طول الوقت. الوزيره في الحقيقه اعلن انها قبلت استقالتها لانها ستذهب الى منصب دولي خطير وهام جدا. لكن في الحقيقه في حاجه مستغربه جدا، وهي انه الوزيره دي تحديدا اتعمل لها حفله لقبولها او لاختيارها للمنصب الدولي من حوالي شهر 3 4 5 شهور. وبما انها اتعمل لها هذا يعني بمنطقيه الاشياء، يعني بما انه الحفل ده اتعمل، يبقى بالتالي يا جماعه طبيعي جدا جدا ان نتوقع ان الوزيره هتستقيل. لكن الوزيره واضح انها ظلت تعمل في الوزاره، وفي نفس الوقت بترتب اوراقها مع المنصب الاممي الكبير لغايه لما يعني تخرج من الوزاره للمنصب على طول، عشان طبعا البدلات والحوافز والمكافآت والاجتماعات واللقاءات تخرج من الوزاره الى المنصب الدولي مباشره. تقعدش ما تنتظرش ولا ساعه، تفضل وزيره وتاخد مرتبها كوزيره ثم تستقيل، ثم بعد الاستقالة على طول تذهب إلى المنصب الدولي، ومعرفش هتستمر في المنصب الدولي قد إيه. لكن كلف رئيس الوزراء الدكتورة منال عوض بمهام وزيرة البيئة مؤقتا، مش عارف مؤقتا دي لغاية لما الوزيرة القديمة تروح الأمم المتحدة وتشوف الجو إيه حلو وشغال وينفع وهتكمل، ولا ممكن تغير رأيها وتقول لا 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 ده ايه الكلام ده، انا مش هقدر اعيش انا في الامم المتحده دي، ده شغل كتير جدا، شغل بجد وكلام بجد، رجعوني مصر رجعوني، فترجع مصر مره اخرى وزيره. انا ما اعرفش، يعني يمكن كان من الافضل ما يقولوش بقى انها استقالت، يدوروا لهم في اي حاجه في قانون العمل، مثلا تاخد اجازه عارضه، تاخد صح كده. اصل ايه حكايه انا افهم انه يجيب وزيره ويعينها خلاص ماشي، هو حد هيقول لا يعني؟ كان ممكن اجازه ولاده 3 سنين مثلا يعني كتير. بس هي بقى ليه استقالت؟ ما تخليها، بما ان احنا بنقفل الورق، هي اصلا بقول لحضرتك عاملين مجلس الوزراء عمل لها حفله من 3 4 شهور، مبروك المنصب الجديد وبتاع، النهارده استقالت والنهارده قبلت الاستقاله. يعني انت عارف ان في وزيره هتمشي من 5 شهور، النهارده بقى قرر يعين وزيره جديده دكتوره منال عوض، نفس الوزيره اللي يعني هتاخدوا وزارتين مع بعض، هي وزيره البيئه ووزيره التنميه المحليه مع بعضيهم، يعني مؤقتا لغايه لما نجيب ايه، زي انت فاكر انت وزير الصحه اللي كان الحالي اللي هو الحالي ده
لما مشيت بقى لما مشيت الدكتوره ضموا له برضه دكتوره، فاكر دكتوره فاكرها دكتوره فاكرها كويس.